كل أم تقريبًا مرّت بلحظة زي دي، بتقولي لابنِك يالّا نلبس عشان نروح المدرسة، يرد عليكِ مش لابس، طب كُل لقمة علشان الأكل هيبرد، يرد مش هاكل، اقفل التابلت ونام، يرد مش هاقفل، فتلاقي نفسِك بتصرخي وبتقولي أنا زهقت من عنادك، أنت بتعند ليه؟ بس هو فعلًا مش بيعند، والّا هو بيعند، والّا في حاجة تانية ورا السلوك ده؟ نهى أم لطفل اسمه مالك عنده 5 سنين، مالك كان بيرفض كل حاجة، لو نهى قالت يمين مالك هيروح شمال، لو قالت له يلبس يرمي الهدوم، لو قالت له نروح مشوار يقعد يصرخ على الأرض. في البداية كانت فاكرة إن مالك بيستفزها أو متعمد يتعبها، بس لما بدأت تقرا وتتعلم اكتشفت إن العناد مش تحدي، العناد هو صوت الطفل اللي بيقول أنا ليا رأيي اسمعيني. طيب هو ليه الطفل بيعند؟ علشان يثبت استقلاله. من عمر 2 ل6 سنين الطفل بيبدأ يحس إنه شخص ليه رأي، ليه رغبة، مش مجرد تابع، فالعناد ساعات بيكون طريقة إنه يقول أنا مش عايز أعمل كده دلوقتي، أنا ليا اختيار. رد فعل العصبية لما الطفل يتعرض لزعيق أو للأوامر الكتير بيرد بعناد، لو كل حاجة بتتقاله بإعمل كده وما تعملش كده هيحس إن مفيش مساحة ليه فهيعند، أو عشان يجذب الانتباه. في أطفال بتحس إنها بتتسمع بس لما تعند، يعني لما يعمل حاجة غلط الكل بيبص عليه، لكن لما يكون كويس مفيش اهتمام، فيبدأ يربط إن العناد اهتمام. أو التقليد، لو الطفل شافك بتعندي في حاجات كتير أو بتقولي لأ على طول هيتعلم يقول لأ هو كمان. أو إرهاق أو جوع أو ضغط نفسي، ساعات العناد بيكون مجرد طريقة للتعبير عن تعب أو عدم راحة أو تغيير في الروتين. طيب نحل ده إزاي؟ إيه الحل العملي مع الطفل العنيد؟ أولًا غيّري طريقتِك في الطلب، بدل ما تقولي البس بسرعة عشان ما متأخرين، جربي تقولي تحب تلبس التيشيرت الأزرق والّا الأحمر؟ هنا الطفل حس إنه اختار مش إنه مُجبر، وده بيقلل العناد. ثانيًا خلّي ردِّك دايمًا يكون هادي، لما الطفل يعند ما تعنديش معاه، لو قال لِك مش هالبس ما تقوليش لازم تلبس حالا، قولي أنا مستنياك لما تخلّص وهنخرج سوا. العناد مش بيتكسر بالصوت العالي، بيتفك بالهدوء والصبر. ثالثًا امدحي السلوك الإيجابي، لما يعمل حاجة من غير عناد حتى لو بسيطة قولي له أنا مبسوطة إنك لبست من غير ما نتخانق، شاطر. المدح بيخلي الطفل يحب السلوك ده ويكرره. رابعًا اعملي جدول أو روتين، لما يبقى في جدول واضح امتى ننام، امتى نلعب، امتى نذاكر، الطفل مش هيتفاجئ ومش هيبطل يعني. الروتين بيقلل الصراعات. خامسًا شاركيه في القرار، يعني لو مش عايز يذاكر اسأليه تحب نبدأ بأنهي مادة، عربي ولا رياضة، كده هو حس إن ليه رأي وهيكون متعاون أكتر. في أم بتحكي بتقول عندها بنت اسمها ليلى كانت عنيدة جدا وكل يوم خناقات على اللبس الصبح، جربت معاها طريقة جديدة بالليل، جابت لها طقمين وقالت لها اختاري ايه هنلبسه بكرة. البنت اختارت وصحيت الصبح لبست من غير ولا كلمة. ليه؟ لأنها اختارت بنفسها فحست إنها مسؤولة. حاجات مهمة تخلّي بالِك منها، ما تستخفيش بمشاعر ابنِك، لو قال لِك مش عايز أروح المدرسة ما ترديش بغصب عنك هتروح، اسأليه ليه، حصل حاجة؟ يمكن في حاجة مضايقاه، اسمعيه. ثانيًا بلاش التهديد، لو ما عملتش كده مش هتشوف التليفون تاني، أو هاضربك لو ما لبستش. التهديد بيخلّي الطفل يعند أكتر ويحس بعدم الأمان. ما تكرريش نفس الجملة 10 مرات، لو فضلتِ تقولي يالّا البس، يالّا البس، يالّا البس 10 مليون مرة هيتعود يسمعِك ويتجاهلِك. قولي مرة وتصرفي بهدوء. حاجات هتساعدِك يوميًا، خدي نفس قبل ما تردي على العناد، عينيكِ على الهدف اللي هي تربية طفل مستقل مش مطيع بس. افتكري دايمًا إن العناد مش ضدِك، عناده محاولة منه يعبر عن نفسه. كل يوم اكتبي موقف عناد حصل بينِك وبين ابنِك وسجلي أنتِ ردِك كان إيه ورد فعله كان إزاي. بعد أسبوع هتلاقي نفسِك بدأتِ تلاحظي الأنماط وتبدئي تغيري طريقتِك في الرد. أهم حاجة الطفل العنيد محتاج حب أكتر من السيطرة، ومحتاج يسمع كلمة أنا فاهمك قبل اعمل اللي باقول لك عليه. العناد مش مشكلة، العناد طاقة، لو اتفهمت هتتحول لقوة.